كتفكر دير شركه، عرفتي شنو هي شركه ذات مسؤوليه محدوده ولا صغر؟ خليني نشرح لكم بسرعه. شركه ذات مسؤوليه محدوده هي نوع من الشركات اللي المؤسسين ديالها ما كيكونوش مسؤولين على ديون الشركه من جيوبهم الخاصه. المسؤوليه ديالهم كتكون محدوده في المساهمه الماليه ديالهم فقط. عندها مزايا من طبيعه الحال، اولهم الحمايه القانونيه، حيث الا الشركه كانوا عندها ديون ولا دارت افلاس فما كيقيسوش لك الاملاك ديالك الخاصه. وثانيا الهيكله المرنه، كيقدر يكون فيها واحد جوج او اكثر من الشركاء، ولكن حتى هي عندها سلبيات. اولا كاين بعض القيود في كيفيه توزيع الارباح وكيفاش تاخذ الفلوس، وهنا كيبقى الدور ديال الكونطابل. وثانيا الاجراءات القانونيه والاداريه كيمكن تكون شويه معقده مقارنه مع المقاولات الفرديه، وكذلك كاين شويه ديال الاختلافات في الضرائب. فاذا كنتي باغي تحمي نفسك وباغي في نفس الوقت دير شركه منظمه، شركه ذات مسؤوليه محدوده اختيار مناسب، ولكن خذ بعين الاعتبار المزايا والسلبيات ديالها. فإلا عجبك المحتوى دير ابوني وبارطاجي لي فيديو مع صحابك باش تعم الفائده.